بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل البسكوت التركي. خطير بجد، بسكوت حلو قوي وهش وبيقرمش، وبصوا من جوه مرمل بجد، يعني مش بسكوت ولا معجن ولا مكتوم ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط. كله بسكوت، ما اخدش بالظبط في العمايل 10 دقايق بالفرن بكله. بجد بسكوت حلو جدا وهش وطعمه جميل وطالع ترند، ومش اي حاجة ترند نعملها ونقول عليها ترند، لا ده يستاهل يبقى ترند بجد. وعلى بال ما تعملي كوباية الشاي بلبن هتكوني عملتي شوية البسكوت الحلوين دول. يلا نشوف عملناهم ازاي. في بولة هحط بضاية، وعليها كيس فانيليا، وهحط نص كوباية سمنة، وكمان ربع كوباية زيت، ونص كوباية سكر باودر. اقلب بالمضرب اليدوي، ممكن تعمليه في مضرب كهرباء او خلاط، بس انا يعني بسهل الامور، مضرب يدوي مفيش مشكلة خالص، اداني النتيجة هايلة برضو، حلو جدا. بصوا خلاص كده ده امتزج على بعضه. انا بقى عايزة كوبايتين دقيق. اول كوباية هحط معاها نص كيس بيكنج باودر او نص معلقة صغيرة وذرة ملح، واقلب. كوبايتين دقيق وكوباية نشا، دي تاني كوباية دقيق. تمام كده. خلاص برضو البسكوت ما بيتعجنش، انا بلم الدقيق مع المواد السايلة وبس، وبعدين احط بقى دي كوباية نشا. بصوا كوباية نشا. انا بقى كنت مخليه ربع كوباية دقيق، اشوف هو هيحتاج ولا لا، لان طبعا مش كل دقيق زي التاني، يعني انا حطيت كوبايتين الا ربع. خلاص لقيته لسه محتاج الربع كوباية هحطها، ما لقيتهاش محتاجه مش هحطها. اهي حطيت الربع كوباية، يبقى انا كده مستخدمة كوبايتين دقيق وكوباية نشا. انا بحب اي بسكوت احط فيه نشا عشان القرمشة بتاعته بتبقى خطيرة، بيبقى دايب دوب، يعني مقرمش وفي نفس الوقت دايب. بس خلاص كده اتشكل حلو قوي. لو لقيتيه بيشقق معاكي زوديه معلقتين لبن. معلقتين لبن عشان المواد السائله بتخلي البسكوت ما يشققش. بس خلاص هركنه على جنب، واجيب بقى معلقتين عسل اسود وشويه ميه واقلبهم كويس جدا. تمام كده واركنهم. وده سمسم محمص، ويكون محمص، محدش يقول لي هيتحرق في الفرن ولا حاجه، لا يكون محمص. بصوا هعمل الكوره قد الليمونه واحطها في العسل، واجيب عسل بميه طبعا عشان يبقى خفيف، شوكه واطلعها كده. بصوا اهو، شايفين الكوره كده؟ بس احطها بقى في الصاج بتاعي، واعمل واحده تانية غيرها قد الليمونه، عشان هو طبعا يعني هو ما بيعلاش وما بيفرش بس حاجه بسيطه قوي عشان فيه بيكنج باودر شويه. خلاص كده هكمل بقيه الكميه واوريها لكم. بصوا بقى الكميه، حاولي بقى تبططيه قبل، يعني قبل ما ينشف منك عشان ما يشققش. بصوا انا ببططه بسرعه قبل ما ينشف مني عشان ما يشققش. بططه حاجه بسيطه كده عشان هو لسه هيفرد، حاجه بسيطه برضو عشان في قلبيه اكون طبعا مسخنه الفرن، في قلبيه بيكنج باودر ادخله الفرن اهو. في الفرن معليش، وزي ما هو طلع. بصوا البسكوت شكله عامل ازاي، خطير بجد. يعني هو كده هنا لسه سخن، سيبته شويه يبرد وبعدين وريتهولك. بصوا البسكوت بقى وقرمشته. بصوا بقى الكسره باينه فيها القرمشه، الهشاشه من جوه. بجد خطير البسكوت، يعني بجد يستاهل انك تقومي تجربيه. يعني مكونات بسيطه قوي وعملنا كميه حلوه قوي. ودلوقتي هحطها في طبق واوريكي كوبايتين الدقيق عملوا لي قد ايه. بصوا عملوا لي قد ايه، بسكوت كده شبه البرازق، يعني انتي لو رفعتيه شويه هيبقى نفس طعم البرازق، بس هو بسكوت تركي رائع بجد. خليط من البسكوت على البرازق، روعه. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.